وزارة الداخلية تكشف سبب تفاصيل خطف طفل بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية. يا هل ترى كان إيه السبب؟ ويا هل ترى إيه الحكاية؟ يلا بينا عشان أحكي لك التفاصيل الكاملة في أصل الجريمة. بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو، لأن الفيديو مهم جدا جدا وهتتصدم حرفيا من اللي هتسمعه. يلا بينا. امبارح نزلت فيديوهين من ضمنهم فيديو لبنت لقوها مرميه في المنور، طفله صغيره. النهارده عايز اقول لكم ان تم القبض على البنت والولد. بنت عندها 15 سنه عفوا، والولد عنده 17 سنه، والمفروض ان هي كانت مطروده من بيتهم وعايشه في بيت الولد دوت. وطبعا للاسف الشديد خلفوا من بعض وكانوش عارفين يتصرفوا ازاي، اطفال، فرموا طبعا الطفله دي في المنور. بس الحمد لله ربنا نجاها، وحاليا هي بتتعالج في المستشفى، والدكتور اللي عالجها سماها نجاة عشان ربنا نجاها. الفيديو التاني اللي نزلته كان فيديو خطف طفل بمنطقة العجمي عند المدرسة النموذجية بمنطقة الهانوفيل. النهارده تم القبض على الشاب اللي عمل كده، وهتتصدم لما تسمعوا كان ايه السبب. الشاب ده ما كانش بيخطفها عشان خاطر اعضاء ولا عشان خاطر يبيعه ولا الكلام ده كله، لا خالص. الشاب ده كان بيخطف الطفل ده عشان يتحرش بيه زي ما سمعتوا كده. بلاغ اتقدم من سيدة لمديرية أمن الإسكندرية عندها 27 سنة، وطبعا معاها الطفل اللي عنده 12 سنة اللي كان بيتم خطفه. وقالوا طبعا إن الشاب ده كان بيخطف الطفل عشان خاطر يتحرش بيه. تم تحديد طبعا مكان الشاب دوت اللي طبعا تابع لدايرة اسم الدخيلة. اتقبض عليه زي ما انتم شايفين كده، متهم في 13 قضية، من ضمنهم تحرش وهتك عرض وسرقة بالإكراه وضرب حاجات كتير يعني. خلي بالكم من أبنائكم لأن اللي جاي لسه ما جاش زيه. خلي بالكم من أبنائكم وحافظوا عليهم وخافوا عليهم، وصدقوني زي ما بقول لكم كده ما تخلوهمش يدوا الثقة الكاملة لأي حد. سلام وحسب الله ونعم الوكيل.